ألف ألف مبروك يا معلم كريستيانو على بطولة أوروبا. عقبال كده لما تاخد كأس العالم، والفرحة الكبيرة بقى لما تجوز الواد جونيور ابنك. بس ما تنساش تعزمنا بقى. حبيب قلبي يا زوز، ربنا يبارك فيك وعقبال طهور ابنك كده ان شاء الله. وبعدين انت مش محتاج عزومه يعني، بس خلي بالك انا زعلان منك. يعني تروح الاهلي ولا تقول لي ولا تعرفني وتخليني اعرف من السوشيال ميديا زي الناس العاديه كده. والله يا أبو جونيور يا أخويا، الموضوع جه فجأة كده وما لحقتش أن أعرفك. ده أنا حتى الجماعة عندي في البيت محدش يعرف غير لما شافوا الإعلان على صفحة الأهلي. وبعدين اللي ما رفعت سماعة التليفون وباركتلي ولا حتى بعتلي على الواتس يا أخي. يا سيدي الف مبروك، وان شاء الله تاخد كل البطولات مع الاهلي. بس زي ما انت شايف كده كنت مشغول مع المنتخب في بطوله اوروبا دي. اصل زي ما تقول انا كبير الليله هنا وكل حاجه عليا، والحمد لله ربنا كرمني وجبت لهم البطوله. يا عم ألف مبروك. وفعلا زي ما بيقولوا العمر مجرد رقم. يعني انت عندك 40 سنة واللي يشوفك يقول عندك 35. ده احنا عندنا اللاعب لما بيوصل لل30 بيجيب جاز وبعد كده بيعتزل. ده انت شكلك كده هتفضل تلعب لحد ما يبقى عندك 50 سنة. خلاص يا عم زوز، ما تخلينيش اخمس في وشك. ما هو ما فيش حاجه هتجيبني ورا غير النق والفقر بتاع الناس ده. المهم احكي لي بقى، جبت كام جون مع الاهلي وخدت كام بطوله وكام ميداليه؟ وادوك جايزه رجل المباراه ولا لسه؟ حيلك حيلك عم كريستيانو. ده انا ما بقاليش يومين في النادي. ده انا لسه لعب اول ماتش قدام باتشوكا المكسيكي. ده كان ماتش ود كده، يعني بنحضر لكأس العالم للأندية. المهم يا سيدي اتعادلنا ولعبنا ضربات جزاء وانا سجلت اول واحدة. بس للأسف الواد عمر كمال ضيع ضربة جزاء وخسرنا. هو في ايه يا عم؟ هو عمر كمال ده كاتب عقد مع باتشوكا ده انه يضيع قدامهم ضربات الجزاء؟ دي تاني مره يعملها ويخسر الاهلي. بس سيبك انت من ده كله، انت ابن محظوظه جاي الاهلي على بطوله كاس العالم للانديه، وسافرت امريكا وفسح بقى ومقضيها. المهم اول ماتش هتلعبوه امتى ومع مين؟ يوم 15/6 ان شاء الله مع انتر ميامي، اللي هو بيلعب له الواد ميسي وسواريز ده. انا مش عارف هنلعب قدامهم ازاي العيال دول. المشكلة ان ده هيبقى ماتش الافتتاح والعين هتبقى علينا، فلازم نعمل نتيجة كويسة قدامهم. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا زيزو؟ يا ابني ده انتوا الاهلي ملك افريقيا والشرق الاوسط. ده انتر ميامي ده اللي ما سمعنا حتى عنه في برنامج الشيف الشربيني. وميسي وسواريز دول كنت بديهم على قفاهم ايام ما كنت انا في الريال وهم كانوا في برشلونة. ده عيال منفوخ على الفاضي يا عم. ربنا يسترها يا عم كريستو ويعديها على خير. وانت بقى مش ناوي تسيب النصر ده وتشوف لك فريق حلو كده يكون هيلعب في كأس العالم للأندية وتنتقل ليه؟ ده انت تنور البطولة يا ابو جونيور. بقول لك ايه، ما تيجي الاهلي عندنا. اجي فين بس يا عم؟ ما الدنيا زحمة في الحتة اللي انا بلعب فيها. يعني انت وامام عاشور وبن شرقي، وبعدين انا بحب اجيب اجوان كتيرة، ومش هعرف اعمل كده في الاهلي بسبب الاستاذ وسام ابو علي. ده بيجيب اجوان كأنه بيقزقز لب. لا الصراحة في دي عندك حق. ده انت لو جيت عندنا هتقعد على الدكة وممكن اساسا ما تنزلش بديل. بص يا صاحبي، انت تقعد كده قدام التلفزيون وتقعد تشجعنا لحد ما البطولة تخلص. عيب عليك يا عم زيزو، ده انا هسمع كل ماتشات الاهلي في البطولة دي. اهم حاجة في اول ماتش اللي مع انتر ميامي ده، عايزكم تروقوا له على الواد ميسي وتجيبوه في الارض.